السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أحسن حال. هنحلل النهاردة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال ودورتموند. طبعا كلنا شفنا المباراة وفوز الريال 2-0. أحرزهم كارفاخال وفينيسيوس. يلا نحلل المباراة في اللعبة الحلوة مع حسني. يلا بينا. ظهور المساحات في خط ظهر الريال ساعد لاعبي دورتموند في الاختراق والتحرك من غير كورة. في اللعبة دي تحرك طول فورج من غير كورة ووجود شوارع في دفاع الريال، وتأخر كارفاخال في التغطية اللي جاي من الخلف ساعد الكرة توصل لبراندن في حراسة ناتشو اللي ما عملش حاجة واتفرج على الكورة زيه زينا. ناتشو حاول يقفل الزاوية الضيقة للجون، وده اللي خلى براندن يقول له زي ما انت هلعبها لك في البعيد، لكن وسعت منه. وكالعادة شوارع في دفاع مدريد. تروباس ولا أجمل من هومز القديم. قديم اختار الحل الأصعب من مراوغة كورتوا، لكن الكرة طولت منه بعد الترقيصة. ده اللي ساعد كارفاخال يرجع ويحاول يضغط على أديبي اللي بالفعل حاول يشوطها، لكن كارفاخال قفل عليه. سابيتير باص الكرة لسانشو. تحرك ولا أروع من الكرة سهل الباص مرة تانية من سانشو لسابيتير اللي لعبها بسرعة للي جاي من خلف. الكرة وصلت لأديبي اللي كان غير مراقب كالعادة من دفاع مدريد، شاطها لكن ضربت بالصدفة في رجل رودريجو، جت سليمة. استخلاص الكرة من كامافينجا أحلى ما في اللقطة. تبذر قطع الكرة من كامافينجا ودفاع الريال بيتفرج عليه. لاعبي دورتموند بيتحركوا من غير كورة كالعادة. تحرك في الكورة في حراسة مدافع الريال من غير كورة سهل وصول الكرة ليه. باص الأجمل من سابزر. الكرة وصلت لفورج اللي نكشها بسرعة وخبطت في العارضة لسوء حظ دورتموند. بعد المسافات بين لاعبي الريال سهل أي هجمة مرتدة لدورتموند للوصول بسرعة على الكورتوا، وده اللي هنشوفه في اللقطة دي. سانشو بيباص الكرة بسرعة للمنطلق في المساحات الفاضية براندي، انطلاقه على أسرع لكريم أديمي اللي استعمل الكرة وشاطها، لكن كورتوا صدها. تمركز خاطئ من لاعبي الريال. في اللقطة دي هنلاقي 5 لعيبة من الريال في مواجهة لعيب واحد من دورتموند، وده اللي خلى 3 لعيبة في اللقطة دي من غير رقابة. وصلت الكرة سهلة لسابتير اللي استلمها براحته وشاطها أرضية، لكن صد ولا أروع من الأخطبوط كورتوا منعت الهدف. الصمت في حرم الجمال جمال. تعالوا نشوف لوحة كروس الفنية. الركنية دي تحرك لعيبة الريال عشان يفضي مساحة لكارفاخال عشان يلعبها في الضيقة، لكن طلعت بره الملعب. ثرو باص ولا أروع من كافامينجا لكارفاخال اللي كان جاي من غير رقابة. قديمي باصص على الكورة ومش شايف مين اللي جاي من وراه، وده اللي خلى كارفاخال يستلم الكورة ويشوطها بكل سهولة، لكن الحارس صدها. التمركز الخاطئ كالعادة من لاعبي الريال هو اللي خلى وجود شوارع في خط النص. الكرة وصلت لبراندت اللي واقف لوحده من غير رقابة، استلمها وبصها لقديمي. قديمي هدي على الكورة. تأخر مندي في الرقابة خلى فولكورج يتقدم في المساحات الفاضية ويشوطها كرة رأسية ولا أروع، لكن الأخطبوط صدها. براعة لاعبي الريال في استغلال الضربات الثابتة كحل من حلول الفوز بالمباراة. ضربة ركنية من كروس. لاعبي الريال بيفضوا مساحة للي جاي في القريب، وكالعادة كارفاخال لمس الكرة لكن المرة دي براسه في البعيدة، محرزا الهدف الأول لريال مدريد. بعد الهدف ظهرت مساحات في خط ظهر دورتموند. الكرة من فينيسيوس لكامافينجا اللي اتحرك من ورا الكورة واستغل المساحات اللي بقت واضحة في خط ظهر دورتموند. باص للي جاي من الخلف من غير رقابة بالمنجهال اللي شاطها بمعلمة ببطن رجله، لكن طلعت بره. لوحة أخرى من كروس. لا تعليق، خلينا نتفرج على الجمال. لاعبي دورتموند فقدوا التنظيم والتركيز بعد الهدف. وجود 3 لعيبة من ريال دون رقابة خلى كروس يباصي الكورة بسهولة لبيلمنجهام اللي بصاها لكامافينجا، شاطها ولا أجمل ولا أروع، قول زي ما تقول، لكن الكورة طلعت بره الملعب. عدم التركيز اللي ساد لاعبي دورتموند بعد الهدف الأول خلى الباك الشمال يباصي الكرة غلط اللي اتقطعت لبيلمنجهام اللي بصاها بسرعة لفينيسيوس اللي كان فاضي لوحده من غير رقابة. انطلق بسرعته وشاطها لوب من فوق الجول، محرزا الهدف الثاني للريال. وفي النهاية مبروك للريال إحراز البطولة رقم 15 في تاريخه. مبروك للملكي.